Now, we are also secondly going to commit this merry occasion into the hands of Almighty Allah, that He guides us from the beginning to the end peacefully, and He should also give us the courage to be able to show our cheer to Farouk and Aisha, who have committed themselves to go by his own obligations, because marriage is an obligation by Allah subhanahu wa ta'ala and a tradition of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So we will pray now that Allah subhanahu wa ta'ala guide us through and also give the bride and the groom a peaceful life afterwards. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ربنا إنك من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لك. اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الجمع وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا الجمع وشر ما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم.